السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. فيديو النهاردة ان شاء الله من كتاب قطر الندى في الرياضيات الترم الثاني من صفحة 23 بعنوان قيم تلميذك حتى الدرس 3. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي وعجبته القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. استخدم خاصية التجميع في الضرب لإيجاد ناتج ضرب الأعداد الآتية. طبعا أخدنا التجميع في الضرب وأخدنا التوزيع وأخدنا التقدير، والفيديوهات موجودة على القناة للي أول مرة يشوف القناة. المسألة اللي معايا 5 و3 و4، هنجمع بقى، بنجمع كل رقمين في قوس عشان بتسهل علينا عملية الضرب. هنحل على طول. 4 في 5 في 3، ال4 في 5 ب20 في 3 تساوي 60. جت ازاي 60؟ حطيت الصفر وبعدين ضربت الاتنين في 3 ب6، يبقى الناتج 60. 4 في 5 في 3 نفس المسألة بس غيرنا الأقواس، الأرقام اللي داخل الأقواس. يبقى 4 ضرب 3 5 في 3 ب15، 4 في 15 ب60. 4 في 3 في 5 تساوي 3 في 4 ب12 في 5 ب60. ولازم طالما نفس الأرقام أو نفس العوامل لازم الرقم يكون نفسه ما يتغيرش، لو اتغير يبقى أنت ضربت غلط. 2. استخدم خاصية التوزيع في الضرب. خاصية التوزيع سهلة جدا وبسيطة. هنا 5 ضرب كان نقط، بس أنا جبت في النقط هنا 10. ازاي يا حلوين؟ جمعت العاملين معايا هنا اللي في الأقواس 3 و7 مجموعهم 10، يبقى كان هنا الرقم 10 ووزعنا ل7 و3. هيبقى افتح قوس 5 في 7 زائد 5 في 3 تساوي 5 في 7 ب35 زائد 5 في 3 ب15 و35 و15 50. المسألة اللي بعد كده 7 في 8، هوزع التمانية ل4 زائد 4، ممكن تبقى 1 زائد 7، ممكن 2 زائد 6، أي رقمين بحيث يكونوا لازم يكون رقمهم مجموعهم 8 بتساوي افتح قوس. هيبقى 7 في 4 زائد 7 في 4 تساوي 7 في 4 ب28 و7 في 4 ب28، 28 زائد 28 بتساوي 56. 3. قدر حاصل الضرب ثم اوجد الناتج الفعلي. حاصل ضرب 5 في 3 في 2. التقدير بقى يا ولاد هنجيب الناتج الفعلي والناتج التقديري. ال5 في 3 في 2 هجمع كده 5 في 3 ما بين قوسين ضرب 2. 5 في 3 ب15 في 2. 15 في 2 بكام يا حلوين؟ مش عارفينها يعني. هضرب 15، هجمع 15 زائد 15 مرتين تساوي 30. هنا 5 في 3 في 2 بقى يبقى 15 في 2، وال15 هنا هقدرها بايه؟ اللي هو اكبر قيمه مكانيه او القيمه المكانيه العليا. هيبقى الواحد تقديره 10، قيمته المكانيه طبعا في العشرات وب10. 10 في 2 ب20. التقدير هنا 30 وهنا الناتج الفعلي الحقيقي 30 والتقدير 20، يبقى التقدير غير مقبول لانه ازيد منه ب10. تمام. اوجد الناتج الفعلي والناتج التقديري الحاصل الضرب لكل مما ياتي. معايا 8 مسائل يا حلوين هنحلهم بالناتج الفعلي والناتج التقديري. الثمان مسائل طبعا في كراستك، في الكراسه مش في الكتاب. حلناهم مع بعض، هنحلهم مع بعض في الكراسه بامر الله. وركزوا معايا، اللي لسه ما ضغطش لايك للفيديو يا ريت يضغط لايك، لانه اللايك يا سنه ثالثه هو اللي بيرفع الفيديو، بالتالي بتشوفوا اكبر عدد من الاصدقاء. وشاركوا الفيديو لو حسيتوا ان في حد هيستفاد منه غيركم تقدروا تشاركوه. اول مساله معايا يا حلوين في الكتاب 3 في 5 في 6. هقسم كده الكراسه الناتج الفعلي والناتج التقديري. 3 في 5 في 6 هجمع 3 في 5 ما بين قوسين عشان تسهل عليا عملية الضرب. يبقى 3 في 5 ب15 في 6، يعني ال6 هعمل ايه؟ مش هعرف اضرب 6 في 15، هجيب بقى عملية التوزيع. يبقى ال6 ضرب افتح قوس، هقسم ال15 ل5 زائد 10 اقفل القوس. هضرب ال6 في 5 زائد افتح قوس 6 في 10 اقفل القوس. ال6 في 5 ب30 زائد 6 في 10 ب60، نجمعهم هيكونوا 90. يبقى ده الناتج الفعلي يا حلوين. تاجوا نشوف الناتج التقديري. ال3 في 5 ب15 في 6. 15 في 6 هقدر ال15 بايه؟ عن طريق استراتيجية ايه؟ القيمة المكانية العليا. يعني هنا قيمة الواحد ب10. تمام. يبقى 10 في 6 ب60. ناتج التقدير غير مقبول، هنا 90 وهنا اقل منه ب30، يبقى ناتج التقدير غير مقبول. هو ما قاليش اصلا اذكر اذا كان مقبول او غير مقبول، بس بنزودها عادي علشان نفهم اكتر، او حاجه زياده مش شرط تعملوها.
4 في 8 دي المسألة التانية في الكتاب. 4 في 8 هحلها بقى هنا الناتج الفعلي 4، وهسهل 4 في 18 هسهل ال 18 عشان اقدر اضربها بخاصية التوزيع. 4 ضرب هفتح قوس 9 زائد 9 اللي هم مجموعهم 18. ممكن حد تاني يكتب 8 زائد 10، هقول شطور ويمشي المسألة، يعني مش شرط 9 زائد 9، اي رقمين مجموعهم 18. هيبقى 4 في 9 في اقواس واقفل القوس زائد افتح قوس 4 في 9 اقفل القوس. 4 في 9 ب36 زائد 4 في 9 ب36. لو جمعت ال 36 6 زائد 6 12 2 ومعايا الواحد و3 و3 6 مع الواحد يبقوا 7. 36 زائد 36 72. يلا الناتج التقديري 4 في 8 4 في 18 يبقى الأربعة هتنزل زي ما هي. ال 18 هقدرها بقى الأقرب 10. التقدير هنا التقريب لأقرب 10 باستخدام خاصية التقريب لأقرب 10. التمانية هتدي للواحد طبعا. قلنا التمانية من الأرقام الغنية تدي للواحد، هتدي للتمانية، التمانية هتدي للواحد واحد، وهينزل كده يبقى 20. وممكن اقول ال 18 اقرب لل20 ولا ال10 يا حلوين؟ لا، هتقولوا اقرب لل20 ونسهل على نفسنا. يبقى ال4 في 20 ب80، حطيت الصفر وال2 في 4 ب8. ناتج التقدير طبعا مقبول لانه هنا زايد عنه بكام؟ ب8، وال8 هنا مقبول. تمام. المسألة رقم 3. 3 في 2 في 9. الناتج الفعلي هجيبه، هحط ال3 في 2 كده في أقواس ما بين قوسين اللي هو التجميع، ضرب ال9 يبقى 3 في 2 ب6 في 9، وال6 في 9 يا حلوين ب54. اللي لسه ما ضغطش لايك للفيديو يا ريت ما يبخلش على الفيديو بلايك. يلا الناتج التقديري 3 في 2 في 9. اخدت التلاتة هنزل التلاتة زي ما هي وهحط الاتنين في 9 ما بين قوسين. الاتنين في 9 بكام يا حلوين؟ ب18. يبقى 3 في 18 هقرب لأقرب 10. ال 18 أقرب لل20 يبقى 3 في 20 ب60. ناتج التقدير مقبول. تمام. المسألة رقم 4. 4 في 3 في 7. هقول ال4 واحط 3 و7 ما بين قوسين، يبقى 4 ضرب 3 في 7 ب21. 4 و21 كام؟ هجيبها عن طريق عملية التوزيع. الأربعة في افتح قوس 10 زائد 11 اللي مجموعهم 21. اقفل القوس. الأربعة هتتضرب مرة في 10 زائد هتتضرب كمان مرة التانية في 11 يبقى 4 في 11. 4 في 10 بكام؟ ب40. 4 في 11 ب44. 40 زائد 44 84. وده الناتج الفعلي. الناتج التقديري 4 في 3 في 7 هيبقى 4 في 21. هقرب بقى، هنزل الأربعة زي ما هي، وال21 هنا هنقربها لل20 هتكون أقرب لل20. 4 في 20 ب80. وناتج التقدير طبعا مقبول. هنا 84 وناتج التقدير 80، وناتج التقدير مقبول. المسألة اللي بعد كده رقم 5. 2 في 7 بخمسة. 2 في 7 بخمسة. الناتج الفعلي هقول لك احنا حفظنا بقى، هنجمع 2 في 7 في 5. 2 في 7 ب14 في 5. يبقى هنا 5 في هنوزع ال 14 رقمين مجموعهم 14. 5 في 4 زائد 10 يبقى الخمسة هضربها مرة في 4 واقفل القوس زائد 5 في 10 واقفل القوس. 5 في 4 ب20 والخمسة زائد 5 في 10 ب50. 20 زائد 50 كام يا حلوين؟ 70. الناتج التقديري 2 في 7 في 5 اللي هي المسألة يعني، يبقى 2 في 7 ب14 ضرب 5. ال 14 هقدرها ب10، تقديرها ال10 في 5. ال10 في 5 ب50. يبقى هنا 70 الناتج الفعلي، والناتج التقديري 50 الناتج التقدير غير مقبول. يلا يا حلوين المسألة رقم 6. 3 في 16 يا ولاد. التلاتة في 16 هحلها ازاي؟ بطريقة التوزيع. 3 وهفتح قوس هقسم ال16 لرقمين مجموعهم 16. 6 زائد 10 واقفل القوس. التلاتة هضربها مرة في 6 واقفل القوس زائد 3 في 10 واقفل القوس. 3 في 6 ب18 و3 في 10 ب30. يبقى ال 18 زائد 30 48. نجيب الناتج التقديري بقى. 3 في 16 يبقى التلاتة وهقدر ال16 تقديرها هيكون 20. تمام. قربتها الأقرب 10. تمام. يبقى 20. يبقى التلاتة في 20 هحط الصفر و3 في 2 ب6 يبقى الناتج 60 والتقدير غير مقبول. المسألة رقم 7. 4 في 5 في 6. الناتج الفعلي هحط ال4 في 5 ما بين قوسين كده تجميع في 6. ال4 في 5 ب20 ضرب ال6. 20 في 6 بكام؟ بحط الصفر وال2 في 6 ب12 يبقى ال20 في 6 ب120. المسألة الناتج بقى ده الناتج الفعلي. الناتج التقديري 4 في 5 في 6. الناتج التقديري هيكون ايه؟ ال4 في 5 هحط ال5 5 لا 6 لا ال4 هنا نركز. هنا ال20 ال4 في 5 ب20 في 6
هجيبها بطريقه ايه؟ حقائق الرقم المجاور يولي، اللي انا بجيب عمليه اصغر وعمليه اقل في جدول الضرب. بقدرها عن طريق كده. ممكن تجيبها باستراتيجيه التقريب لاقرب 10، التقريب من اول رقم على اليسار اللي هي القيمه المكانيه العليا. دي بقى هنحلها بحقائق الرقم المجاور. تمام. هنقدرها باستخدام استراتيجيه او خاصيه حقائق الرقم المجاور. هجيب عمليه اقل واكبر. اللي قبلها في جدول الضرب 5 في 20، دي 6 في 20 هتبقى 5 في 20، 5 في 20 ب 100. واللي بعدها العمليه الاكبر السبعة في 20 ب 140. يبقى ناتج التقدير ما بين ال 100 وال 140. يعني لو قلت 130 صح، وده الناتج غير مقبول، بس هيبقى التقدير بتاعها 130. تمام كده. المساله اللي بعد كده 2 في 4 في 8. هجمع ال 2 في 4 في قوس، وفي ال 2 في 4 في 5 سوري، 2 في 4 في 5، 2 في 4 ما بين قوسين كده، وهضربه 2 في 4 ب 8 في 5، وال8 في 5 يا حلوين ب 40. يبقى الناتج الفعلي 40. الناتج التقديري 2 في 4 في 5 هيبقى 2، والأربعة في 5 طبعا في 20 هيبقى معايا 2 في 20. وهجيبها برضو بالتقدير بالأرقام المجاورة أو حقائق الرقم المجاور. عملية أقل وعملية أكبر. الاتنين في 20 قبلها إيه في جدول الضرب؟ الواحد في 20 ب20، وبعدها التلاتة في 20 ب60. يعني التقدير معايا ما بين ال20 وال60. إن كتبت 30 صح، إن كتبت 45، إن كتبت 50 لحد ال60 معايا صح. وهيبقى اخترت أنا 50، يبقى التقدير 50 والتقدير معايا غير مقبول. وده كان المسألة رقم 4 يا سنة تالتة. مسائل حل المسائل رقم 4. طبعا هتحلها في الكراسة. نشوف بقى باقي المسائل في الكتاب. حل المسألة الكلامية الآتية: مع علاء 7 باقات من الورود، في كل باقة 4 وردات، وفي كل وردة 3 ورقات. فقدر إجمالي عدد الورقات ثم أوجد الناتج الفعلي. عدد الورقات بقى هنقول إيه؟ 7 في 4 في 3، وهجمع 7 في 4 واضربها. 7 في 4 ب 28 في 3. 28 في 3 مش عارفينها، يجيبها بطريقة التوزيع، يجيبها بطريقة إيه؟ اللي هو الجمع المتكرر. يعني انا ال 28 اتكررت مع نفسها 3 مرات عشان اعرف اجيب اسهل عمليه الضرب. يبقى ال 28 لو جمعتهم مع بعض هيدونا 84 ورقه. ده الناتج الفعلي. لو جبت الناتج التقديري بقى، قال لك قدر اجمالي عدد الورقات ثم اوجد الناتج الفعلي. ده الناتج الفعلي. الناتج التقديري بقى 28 في 3 تساوي، هنقدر ال 28 ديت لل 30 اللي هو التقريب لاقرب 10، يبقى تقريبها رايحه لل 30 اكبر. يبقى 30 في 3 بيساوي 90 ورقه. تمام كده يا سنه ثالثه. اللي معايا لاخر الفيديو ما ينساش لايك للفيديو واشتراك بالقناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.